قناتنا عيد العروي الجهني، واللي راح تجاري الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الله يرحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفت بأن أجاري قصيدة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة، وقد ساءني جدا أنني لم أجد كتابا يختص بجمع شعر الشيخ جاسم رحمه الله. ولد الشيخ جاسم في عام 1241 للهجرة، وتوفي عام 1331 للهجرة. يعتبر هو المؤسس الحقيقي أو المؤسس الأول لدولة قطر الحديثة. طبعا شعر الشيخ جاسم رحمه الله يسير جميعه أو في مجمله على الطرق الهلالي، وهو من أحب البحور إلى نفسي. يقول الشيخ رحمه الله: أرى الدار بعد الضاعنين خراب، وعضت عليها النائبات أنياب. وأقول مجاراة له: أرى الدار لهجوس الضعون كتاب، خلت واستحالت بالفراق يباب. أباري على عوص النضى داثر بها من الرسم، ما ناخت عليه ركاب. فياما لها خضبت سيفي من الدماء، وهلت من أيمان الرجال إحراب. ولن يبرع حاجة فازع لها، ولكني يرهي للضعيف جناب. فجانا جيز الحسنى على ما سلف بهم من الخير. عض الباذلين ابناب، وكم عابث في سوق بقعة ابدينه، وكم عابث في سوق بقعة ابدينه. وكم مرخص سومه على الجلاب. يا شاري بالتبر حفنه من الثرى، ترى اللي تلمه في يديك تراب. يا شاري بالتبر حفنه من الثرى، ترى اللي تلمه في يديك تراب. ولا ينفع المخلوق لا قل دينه، من المال ما يربى بدون حساب. فوالله بالإسلام فوالله بالإسلام قصري بجنتي، وبذلي لها النفس الكريمة باب. ولا خير في حي يوالون ملة، على الكفر صاروا لنجوس ذناب. وسلامكم. صح لسانك شعيد. واكيد ننتقل مع شاعرنا فهد الشهراني، واللي راح يجاري الشاعر احمد بن علي الكندي رحمه الله عليه. بسم الله. الشاعر اللي بجاريه هو الشاعر أحمد بن علي الكندي. ولد عام 1940 وتوفي في 29/12/1985. وقد اشتهر باسم الكندي وهو اسمه العائلي. لقد كان الكندي من الشعراء الذين ساهموا في تطوير القصيدة الشعبية والمحافظة على وجودها وجمالها بين الفنون والآداب الشعبية الأخرى، كما ساهم في الكثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في الخارج في المهرجانات الشعبية لفنون دولة الإمارات. قصيدته اللي بجاريها يقول هو في مطلعها: ليتك تجي يا نود من مطلع سهيل، ما جاه أبوبك من قبال الجزيرة. وأنا أقول: يا مكتوي بالشوق من سابق الجيل، واصعب طوارق الهوى تستثيره. جاز الشرف لي يا عظيم التماثيل، أجاري بيوت الغرام المثيرة. ليتك تجي يا نود من مطلع سهيل، ما جاه أبوبك من قبال الجزيرة. يقول: يا مكتوي بالشوق من سابق الجيل، واصعب طوارق الهوى تستثيره. جاز الشرف لي يا عظيم التماثيل، أجاري بيوت الغرام المثيرة. ليتك تجي يا نود من مطلع سهيل، ما جاه أبوبك من قبال الجزيرة. يا الله يا مروي عطاش الغراميل، يلي عليه مسند كل حيرة. تروي ثرى الخلان سيلا بثر سيل، ويربع النوار في كل ديرة. جعل البروق اللي تكاشف مقابيل، ترهي على بهاب المزون الغزيرة. دار الوليف اللي قطع في المواصيل، يا الله لا جنبت عني مصيره. غرو نهزني بالرموش المظاليل، واجتر جوفي بالسيوف الشطيرة. العام عهديبه وهو يسحب الميل،
وضع الكحل في عينها المستديرة. صح لسانك يا فهد. غير نهزني بالرموش المضاليل واجتر جوفي بالسيوف الشطيرة العام عهديبة وهو يسحب الميل، وضع الكحل في عينها المستديرة. يضحك يفوح المسك والند والهيل، يلحظ يطيح الماء ظفيرها ظفيره. واليوم عرضني سهوم الغرابين نوع الفراق، كثر الله خيره. سلامك. صح لسانك للمرة الثانية يا فهد. وأكيد نختم أمسيتنا أو المجاراة بآخر نجم من نجوم الليلة، مطلق عود الحريجي من الكويت، واللي راح يجاري الأمير الفارس الشاعر عبيد الرشيد. السلام عليكم. أنا أفتخر أني أجاري الأمير الفارس عبيد الرشيد. هو الأمير الفارس عبيد بن علي الرشيد من عبده من شمر، ولد عام 1206 هجري، وتوفي عام 1286 هجري على الراجح. له 6 من الأولاد. يعتبر الأمير عبيد الرشيد مع أخيه عبد الله من مؤسسي أمارة آل رشيد في حائل، وذلك في فترة الدولة السعودية الثانية في عصر الإمام فيصل بن تركي. وابنه عبد الله شاعر كبير، يعد من أبرز الشعراء في عصره، وأول من جمع قصائده هو الرحال الفرنسي شارل الهوبر في ديوان مخطوط. يقول عبيد الرشيد: القلب من كثر الهواجيس قزان، ما يستريح من الدهر ربع ساعة. جريت أنا أقول الجفن من كثر الهواجيس سهران، والنوم جاله عن عيوني مناعة، والقلب شبت به من الجوف نيران والسدباح، وراعي السد ذاعه الله على صرف الليالي والأزمان، كم فرقت بين الأهل والجماعة. الله على صرف الليالي والأزمان، كم فرقت بين الأهل والجماعة. يا كثر ما لاعت من الوقت خلان، كم واحد حده زمانه وراعه، تضحك به العدوان من دمع الأخوان، تلقى على جرح الأوادم متاعه، من لا تحصن والتزم دين وإيمان، يتعب ماله عند رب الشفاعة، من لو اسم قسمه من الطيب خسران هذاك ماله، بالمواقف شجاعه. وعبيد وصانا بحكمه وميزان، حكمة حكيم قالها في قناعة، الضيغمي اللي لها الطيب عنوان، بحر المراجل مرتفع به شراعه. يقول أخو نوره: سلايلك حيلان عيب طمان الراس عقب ارتفاعه. صح لسانك يا مطلق. وأكيد راح نستمع لآراء أساتذتنا أعضاء لجنة التحكيم.